بتحب الفود بلوجرز؟ تيجي اقول لك ازاي نعمل نفس الاكل بتاعهم بس دايت. انا عن نفسي بيج فان بمحمد حازم وبشاميل الخميس وحلاوه بشاميل الخميس. النهارده هقول لك ازاي بالعلم وبشويه تعديلات بسيطه ممكن تاكل نفس الاكل اللي بيعمله الفود بلوجرز بس دايت. محمد حازم كان عامل مكرونه بينك صوص بالجمبري عشان الكلاينتس بتوع رايقين. تعال اقول لك ازاي نعملها دايت. اول حاجه هنبدل المكرونه العاديه بمكرونه شوفان عشان فيها الياف ومغذيات اكتر، فهتديك شعور بالشبع. وده ما يمنعش انك ممكن تاكل المكرونه العاديه بس مش احسن اختيار. نفس الجمبري، نفس التوابل، قللنا بس من كميه الزبده وممكن نبدلها في بام سبراي. بدلنا الكوكينج كريم بلبن خالي الدسم، وصدقني الطعم هيطلع حلو جدا ومش هيختلف كتير. الدايت مش مشوي ومسلوق، تغييرات بسيطه هتقلل سعرات الاكل معاك، مع انك تبقى واعي باحتياجك من السعرات الحراريه. او لو الموضوع ده صعب عليك يبقى معاك كوتش فاهم يحسب لك وياكلك كل اللي انت عايزه من ضمن الدايت بتاعك. فلو عايز تبتدي ابعت لي دلوقتي ويلا نعمل حاجه قويه مع بعض.